يلا يا شباب نكمل مع بعض. الأفعال اللي بيجي معاها أكوزاتيف هي الأفعال المتعدية. يعني إيه أفعال متعدية؟ هو الفعل اللي بيحتاج كلمة تكمل معناه. زي إيه؟ haben ده بيجي معاه أكوزاتيف. ich habe أنا أملك. أملك إيه؟ لازم حاجة توضح المعنى. finden يجد. ماذا أجد؟ لازم ألاقي حاجة توضح المعنى. suchen يبحث عن. möchten يريد. brauchen يحتاج. sehen يرى. lesen يقرأ. essen يأكل. trinken يشرب. machen يفعل. schreiben يكتب. nehmen يأخذ. besuchen يزور. treffen يقابل. lernen يتعلم. einladen يعزم. fragen يسأل. es gibt بمعنى يوجد. bringen يحضر. verstehen يفهم. erklären يشرح. anrufen يتصل. وهكذا أي فعل متعدي بيجي معاه إيه؟ أكوزاتيف. يلا بقى يا شباب نشوف الأكوزاتيف بحله إزاي في إيه الجمل. طيب ناخد بالنا كده. ich nehme gern. ich nehme gern. هنا الفيرب nehmen. nehmen يعني إيه؟ يأخذ. أنا أأخذ. Gemüsesuppe. Gemüsesuppe شوربة خضار. تمام كده؟ طيب أنا عشان أحل الجملة ديت صح لازم أول حاجة أعرف Gemüsesuppe ديت موقعها إيه في الجملة. نبص كده مع بعض. ich nehme أنا أأخذ. تمام؟ أدي كده الفعل والفعل. ماذا أأخذ؟ Gemüsesuppe. يبقى Gemüsesuppe ديت موقعها إيه في الجملة؟ أكوزاتيف. تمام؟ أنا كده حددت إن الكلمة ديت موقعها إيه؟ أكوزاتيف. طيب تاني حاجة لازم أعرف الأداة بتاعتها. نبص نلاقي إن Gemüsesuppe أداتها دي. خلاص كده؟ طيب أختار بقى أبص على الإجابات هلاقي عندي هنا إيه؟ ein einen eine den. طبعا den مش هتنفع وأين مش هتنفع لأن الكلمة أداتها إيه؟ دي. طب دي بتاخد ein؟ لأ دي بتاخد eine. نبص كمان بايشبيل تاني. ich nehme أنا أخذ Orangensaft. Orangensaft عصير برتقان. طيب نشوف الأول Orangensaft موقعها إيه في الجملة. ich nehme أنا أخذ فعل وفاعل. Orangensaft أكوزاتيف. أنا كده عرفت إن الكلمة ديت موقعها إيه؟ أكوزاتيف. طيب لازم أعرف الأداة بتاعتها إيه. هلاقي إن أداتها دير. إحنا متفقين إذا كان الاسم أداته دير في حالة الأكوزاتيف تحول إلى دين أو أينن أو كاينن. طب أنهي حاجة موجودة عندي هنا منهم؟ أدي عندي أين ما تنفعش. أين ما تنفعش. دير ما تنفعش. ببص هنا هلاقي عندي إيه؟ أينن. طيب trinken Sie gern Tee؟ حضرتك تحب تشرب تي؟ Nein, ich trinke Tee. تمام كده؟ أبص كده. ich trinke أنا أشرب. تمام أدي الفعل وأدي الفاعل. تمام التي هنا تي هنا موقعها إيه؟ أكوزاتيف. أداتها إيه؟ دير. تمام كده؟ أداتها دير. وعايزة هنا بدل في ناين يبقى أنا عايزة أداة نفي. إيه أداة النفي اللي دام الاسم أداته دير؟ هاخد لها إيه؟ كاينن. طيب ich kaufe Apfelkuchen. Apfelkuchen كيك تفاح. تمام كده؟ طيب ich kaufe أنا أشتري فعل وفاعل. Apfelkuchen موقعها إيه؟ أكوزاتيف. موقعها أكوزاتيف. أداتها دير. كلمة أداتها دير وموقعها أكوزاتيف هتبقى إيه على طول؟ دين. طيب wie findest du bad؟ ناخد بالنا كده. wie findest du في أداة استفهام. findest الفيرب. do أنت. أدي الفعل والفاعل. تمام وبعد كده عندي كلمة إيه؟ باد. يبقى باد موقعها إيه؟ أكوزاتيف. باد موقعها أكوزاتيف. أداتها إيه؟ das.
تمام كده. مادام أداتها das مش هينفع معاها einen ومش هينفع معاها meine ولا meinen، هتاخد إيه؟ mein. طيب ناخد بالنا بقى من الجزئية ديت عشان دي مهمة جدا جدا. طيب أنا هنا عايزة إيه؟ أداة استفهام، wer ولا wen ولا was ولا wann. kommt heute، يأتي اليوم. بصوا الإجابة إيه؟ meine Tante. الإجابة عندي هنا إيه؟ اسم عاقل. مادام الإجابة عندي اسم عاقل يبقى أنا الاختيارات بتاعتي بتنحصر يا إما wer يا إما wen، والاتنين معناهم إيه؟ من. خلاص كده بقية الإجابات ما تنفعش. تمام. أدوات الاستفهام التانية ما تنفعش. أدوات الاستفهام التانية was معناها ماذا للاسم الغير العاقل، وفن يعني متى للوقت. تمام. أنا هنا عندي إيه؟ الإجابة meine Tante، اسم عاقل، يبقى الإجابتين دول مش هينفعوا. يبقى أنا هنا اختياري محصور بين wer أو wen. طب هختار على أي أساس؟ أرجع بسرعة للسؤال. kommt heute، يأتي اليوم. تمام كده. يبقى أنا عايزة أقول إيه؟ مين اللي هيجي النهاردة؟ تمام. من هتبقى إيه؟ wer. طيب ناخد بالنا كده. hast du in Deutsch، hast du in Deutsch بيديك ألماني. تمام. بتاخد عنده ألماني. تمام. طيب ده قال لك الإجابة، قال لك الإجابة إيه؟ هيرن علي. هيرن علي ده اسم إيه؟ اسم عاقل. مادام اسم عاقل، مادام اسم عاقل مش هينفع طبعا اختار was ومش هينفع اختار van، بشيلهم. يبقى هنا الاختيار بتاعي ايه؟ بين فين وفير، الاتنين معناهم من. ايه الفرق بينهم؟ لو انا بسأل عن الفاعل باخد فير، لو انا بسأل عن الاكوزاتيف باخد فين. طب ارجع للسؤال. hast du، hast du ادي الفعل وادي الفاعل، يبقى ايه اللي فاضل؟ المفعول به اللي انا بجاوب عليه بايه؟ هيرن علي. يبقى انا هنا بسأل على ايه؟ على اسم مفعول به. اسم عاقل اكوزاتيف بياخد اداة الاستفهام فين. اسم عاقل فاعل بياخد أداة الاستفهام فير. اسم عاقل اكوزاتيف او مفعول به بياخد أداة الاستفهام فين. طيب hat das Kind einen Ball. einen Ball يعني ايه؟ كرة. ده اسم عاقل ولا اسم غير عاقل؟ اسم غير عاقل. مادام عندي الإجابة اسم غير عاقل وأنا مغمض على طول باخد إيه؟ was. يبقى was أداة الاستفهام للاسم الغير العاقل بمعنى ماذا. wer أداة استفهام بمعنى من للاسم العاقل بشرط يكون فاعل. wen أداة استفهام للاسم العاقل إذا كان مفعول به. احنا كده يا شباب خلصنا الأكوزاتيف. يا ريت نركز ونحل فيه كويس قوي قوي قوي. لو حد عنده أي سؤال يا ريت يبعته لنا. شكرا. تشوس.